السلام عليكم. أسطورة الكرة التونسية طارق دياب يثور غضبا في الاتحاد الإفريقي ويكشف المؤامرة على النادي الأهلي قبل مباراة المصير مع الهلال السوداني. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قبل المباراة المرتقبة والمصيرية للنادي الأهلي أمام الهلال السوداني، ومن المقرر إقامتها في 1 إبريل القادم على استاد القاهرة. فقد دخل على الخط أسطورة الكرة التونسية طارق دياب وأدلى بتصريحات للإذاعة التونسية وقال: لقد انتقدت بشدة النادي الأهلي بعد مباراة صن داونز، ولكن بعد فوزه على القطن الكاميروني برباعية وتعادل الهلال السوداني مع صن داونز، أؤكد من الآن أن النادي الأهلي سيكون في المباراة النهائية، وأخشى على الترجي التونسي مواجهة النادي الأهلي في دور الثمانية. ولكن أكثر ما أخشى على النادي الأهلي هي مؤامرة الاتحاد الإفريقي ضد النادي الأهلي قبل مباراته مع الهلال السوداني، لأن المباراة ستقام في 1 إبريل، ومباراة العودة للمنتخب المصري أمام منتخب ملاوي لم تحدد بعد الآن، ومن الممكن أن تقام في 31 من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من مواجهة الأهلي للهلال السوداني. والاتحاد الإفريقي لم يتخذ قرار حتى الآن بتأجيل مباراة الأهلي مع الهلال. وهناك أيضا بيرسيتاو وديانج وعلي معلول يلعبون أيضا في التصفيات الإفريقية مع منتخباتهم، وسوف يرجعوا للنادي الأهلي قبل يوم واحد فقط من مباراة الأهلي مع الهلال. فيبدو أن هناك رائحة كريهة تفوح من الاتحاد الإفريقي اتجاه النادي الأهلي لكي يخرج وحش إفريقيا من هذه البطولة، واندهش أن الاتحاد المصري لن يتحرك حتى الآن بتأجيل مباراة الأهلي مع الهلال السوداني. ويبدو أن النادي الأهلي مكتوب عليه المؤامرات من الاتحاد الإفريقي كما حدث في الموسم الماضي، وسرقوا منه اللقب لصالح الوداد باستضافته المباراة النهائية. وأطلب من صديقي محمود الخطيب أن يتحرك فورا من أجل تأجيل هذه المباراة على الأقل 3 أو 4 أيام من أجل تسهيل مهمة النادي الأهلي في هذه المباراة. وفي النهاية عزيزي المشاهد، هل ترى أن الاتحاد الإفريقي يقوم بمؤامرة ضد النادي الأهلي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.